السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ لو معايا 1000 جنيه هستثمرهم في ايه؟ يعني بص، انا مش عارف اصلا انت ازاي داخل فيديو زي ده وبتتفرج عليه. يعني الفيديو ده حبيت اعمله عشان انا عارف ان في ناس ممكن تقول ايه ده، انا هستثمرهم في ايه؟ عشان الناس بتحب فكره ان انا احط 1000 جنيه في حاجه ويبقوا 10000 جنيه. هي مش 1 اكس بت هنا. احنا مش شركه قمار. لا، انت المفروض تكون عارف انت 1000 جنيه تستثمرهم في ايه و10000 جنيه تستثمرهم في ايه. تستثمرهم في نفسك يا باشا. يعني 1000 جنيه دول ما تعملش حاجه غير ان انت تخليهم 3000 جنيه. تخليهم 3000 جنيه ازاي؟ ان انت تروح تتعلم حاجه. طب اقول لك على حاجه، ايه رايك تخلي 1000 جنيه دي 10000 جنيه؟ هتقول لي ازاي يا معتز؟ اقول لك ان انت تروح تاخد كورس انجليزي وتمسك نفسك لمده 6 شهور كده تعصرها، تذاكر انجليزي، وبعد كده تلاقي نفسك مره واحده تشتغل كول سنتر. هتلاقي مرتبك 10000 جنيه. ما ترتاحش وانت شغال كول سنتر. لا، انا عايزك وانت بتقبض 10000 جنيه تاخد بقى جزء من 10000 جنيه دول تحطهم في كورسات تانية في مجال تاني انت عايز تخشه. انت عايز تتعلم ماركتنج مثلا، نفسك تبقى كوبي رايتر، هتلاقيني انا عملت كورس كوبي رايتنج هتلاقيه تحت في صندوق الوصف. فنفسك تبقى اي حاجه تاخد فلوس 10000 جنيه دي، جزء منها 2000 3000 جنيه تحطهم في كورس مثلا. عشان انت نفسك تبقى شغال في الماركتنج، نفسك شغال في ايا كان. تاخد الفلوس الكورس دي تحط، تاخد قصدي فلوس تحطها في الكورس، وبعد كده هيطلع لك النولج بقى، المعرفه. فانت عندك معرفه في مجال تاني، فتروح المجال التاني ده تتعلم فيه. تلاقي مرتبك 15000 جنيه، 20000 جنيه، 30000 جنيه، 70000 جنيه. هيقول لي ايه ده؟ وفي ناس بتاخد 70000 جنيه؟ عايز يا باشا، ده في ناس بتاخد فوق ال 100000 جنيه. انت مش دريان بحاجه. 100000 جنيه دول يعني 2000 دولار. يلا الحمد لله. فلا، في ناس بتاخد اكتر من كده الحمد لله، ربنا يزيدهم ويزيدنا ان شاء الله. فبداتها من 1000 جنيه. صدقني صدقني صدقني، لو انت معاك 1000 جنيه وعايز تجيب بقى موبايل، عايز تخرج، عايز تعمل كل الكلام ده، الفيديو ده مش ليك الصراحه. انا بتكلم هنا الناس الرجاله اللي عايزين يغيروا حياتهم بجد بقى. فال 1000 جنيه دي، انت لو انت مش بتتعلم انجليزي، خدهم حطهم في كورس اتعلم انجليزي، واقعد ذاكر مع نفسك مع الكورس. يعني انت بتاخد كورس وتذاكر مع نفسك في البيت انجليزي لمده 6 شهور. هتقفل على نفسك الباب لمده 6 شهور تذاكر كل يوم 8 ساعات بس. انت حياتك هتتغير بعد 6 شهور. انت متخيل يعني ايه؟ في خلال 6 شهور ال 1000 جنيه دي هتتضاعف 10 مرات يبقوا 10000 جنيه. في اكتر كمان. يعني انت ممكن يا عم بال 1000 جنيه دي تاخد كورس الماني يتضاعف، بس انت مش هتعرف تذاكر الماني في 6 شهور. تاخد تشتغل كول سنتر دي يبقى 25000. انت ممكن لو انت حابب الكول سنتر تاخد 1000 جنيه تحطها في كورس تقبض 10000 جنيه بعد كورس انجليزي وانت شغال كول سنتر انجلش. تاخد 10000 جنيه، تاخد 10000 جنيه دي تقعد تاخد منهم 3000 جنيه ولا 2000 جنيه تحطهم في كورس الماني لمده سنه بقى. فانت كده ضعفت من 10000 جنيه ل 25000 جنيه و20000 جنيه كورس الماني. بعد كده بقى انت نفسك تسافر بره، بعد كده مش عارف تعمل ايه، نفسك تخش مجال الماركتنج، نفسك تخش مجال الفاينانس، نفسك تخش مجال اي حاجه، تاخد له الكورس المناسب. صدقني يعني انا ما اعرفش انت عارف الموضوع ده ولا لا، بس انت مش هينفع تاخد 10000 جنيه وانت ما بتعملش حاجه وانت معكش حاجه. يعني انا كصاحب شركه هديك 10000 جنيه ليه؟ ايه هي الحاجه اللي انت بتداني؟ فانت لازم يكون عندك قيمه عشان تاخد مقابلها اموال، فلوس. فالقيمه دي هتيجي من ايه؟ ان انت تذاكر وان انت تاخد كورسات مجانيه ومدفوعه الاثنين. عشان تاخد فلوس لازم تدي برضو، يعني فاهم؟ هي الموضوع ماشي كده. تقرا كتب، حاجات كتير ممكن تعملها. فهو فيديو قصير انا عارف، بس يعني ممكن تكون ناس مش عارف هم المفروض يعملوا ايه بال 1000 جنيه. انت كنت متوقع مني اقول لك ان انت تستثمرها مش عارف في ايه والطياره تطير و10000 جنيه والكلام ده كله. ده هناك، ده بقى في ايه؟ يوم القيامه انا وانت هنتقابل، وكلنا هنتقابل ونعرف مين اللي عايز ياكلها بالسهل وبالحرام وكان مين اللي عايز ياكلها بالحلال. انصحك لو انت بتعمل الحاجات دي بلاش يا باشا. والله 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 ما في احلى من وانت جاي تنام بالليل وتقول الحمد لله انا النهارده عملت كل اللي اقدر عليه وانا بتعلم حاجه جديده او انا في الشغل بالمال الحلال. صدقني ما في احلى من كده.